الفيو يجنن والمكان يجنن اكتر، وانت تجنن اكتر بكتير قوي. عايزه اقول لك على حاجه، لما تقرا انت كل جمله بتقراها بتدخل في دماغك دماغ حد تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هو رانيا، اوكي، في ناس كتير قوي حواليا، مش انت نفسك تعرف كل حاجه بتدور في دماغ الشخص اللي قدامك؟ يعني انا والله نفسي اعرف فلان بيفكر في ايه، نفسي اعرف فلانه بتفكر في ايه، ايه الحاجات او ايه الخبرات اللي الشخص ده بيكتسبها. انا كده لما بقعد مع حد مهم وحاسه ان الشخص ده هينفع يفيدني، بقعد معاه واساله اسئله كتير جدا 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 عن بقى مشاريع، عن حاجه انا نفسي اكتسبها منه، عن خبرات هو اوريدي يعني اكتسبها، عن حياته، عن بحب قوي 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 استفاد جدا 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 من كل الناس اللي حواليا. فببقى عايزه اعرف الناس دي بتفكر ازاي، ايه الخبرات اللي اتعلمتها، الناس دي تقدر ازاي تفيدني. فدوت اوريدي موجود في الكتب. هو الكتاب ده عباره عن 300 بيج او تقريبا 200 بيج. الكتاب ده كله هو دماغ بني ادم. انت لما بتيجي تقرا صفحه اعتبر ان الشخص دوت بيقولك على كل حاجه في دماغه. متخيل بقى كام دماغ؟ يعني لو انت جبت نوت بوك وكتبت فيها قصه حياتك او كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تعرفها، كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تعرفها، كل حاجه بقى من knowledge، من حاجه اكتسبتها من وانت بيبي، حاجه اكتسبتها في الشغل، حاجه اكتسبتها كورسات، حاجه، يعني لو حطيت فيها كل المعرفة اللي انت بتكتسبها، انا متأكدة ان والله ما هتعرف تكمل تكتب تقريبا 100 صفحة. انا متأكدة ان انت مش هتعرف تكتبهم. فالشخص ده جايب لك 300 بيج فيهم معلومات تفيدك في حياتك كلها. ممكن الشخص ده كتب الكتاب ده وهو تقريبا عنده 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة. انت لسه عندك 18، لسه عندك 30 سنة، لسه عندك 20 سنة، ايا كان سنك ايه. فانت بتاخد معلومات وخبرات من راجل عنده حاجة و40 سنة وعنده حاجة و50 سنة. فهو لما وصل هناك عرف المعلومات دي، فانت اعرفها قبل ما تروح للسن ده علشان تكون سابقه بمراحل وسابقه بخطوات كتير قوي. فخليك كده معايا، انت كل كتاب بتقراه انت بتدخل دماغ شخص جديد. يعني الكتاب ده شخص معين، الكتاب ده شخص معين، انت بتدخل دماغ الناس وبتعرف كل المفيد فيها. وهو ده اللي يهمني انا كرانيا، ابقى بتكلم معاك عشان اعرف ايه المفيد في دماغك اللي هقدر استفيد بيه. انت كمان خليك كده، ما تتكلمش كده مع الناس وتضيع وقت وخلاص. ما تقعدش تكلم صاحبك بالساعات، تقعدي مثلا تكلمي صاحبتك بالساعات علشان تقولك انا دخلت التويلت وخرجت من التويلت ورحت لفلان وقابلت علان وجت علانه واتكلمنا في كذا ورحنا كذا وكلت كذا وشربت كذا ولبست كذا وجبت ايه جديد وبصي انا جبت ايه وبصي ايه يا جماعه؟ يعني بنضيع. انا كنت زمان بقى بعمل كده انا حاليا استحاله، استحاله اقسم بالله لو هموت استحاله اضيع وقتي مع حد، اضيع وقتي مع اللي يفيدني. والله فلانه هتقولي حاجه تفيد حياتي، تفيد مستقبلي، تفيد تفكيري، تكبر عقلي، تفيد جسمي، تفيد، تقولي مثلا على حاجه اعملها فتخليني رشيقه، فتخليني جميله اكتر، اضيع وقت. وممكن اضيع اليوم كله اسمع بودكاست مثلا. انا بسمع بودكاست لراجل عنده 45 سنه
35 سنة، 55 سنة. ففي البودكاست ده هو بيلخص حياته، بيلخص تجاربه، بيلخص الأخطاء اللي وقع فيها، بيلخص التجارب اللي وقع فيها، بيلخص لي حياته عاملة ازاي، علشان والله لو عمل كذا غلط انا كرانيا احرص، اخد بالي، اعرف. ابقى اقرا كتب، ممكن اقعد يومين اقرا كتاب. ايه المشكله لو انا ما عنديش شغل او ما عنديش حاجه، او مش قاعده مع واحده صاحبتي، مش قاعده مع عيلتي، قاعده لوحدي؟ طبعا انا كل صفحه بقراها انا بستمتع، على اني بدخل دماغي معلومات جديده. فانا كنت بعمل كده، اقسم بالله. انا كنت بتكلم مع البيست فريند بتاعتي بالست و7 ساعات، اقسم بالله، وساعات بال24 ساعه، وساعات بنقعد 5 ساعات متواصله، الموبايل ما بيفصلش. على ايه بقى؟ بجد والله على ايه كنت بضيع بالخمس وست ساعات دول؟ بتكلم في ايه يعني؟ يعني ايه التافه وايه التفاهه الكامله اللي انا كنت فيها دي؟ والله العظيم يعني انا كنت بتكلم في ايه؟ هقول لكم بقى انا كنت بتكلم في ايه. الو، انا كنت في التويلت لسه مخلصه وهلبس وهروح. Yes, thank you so much. Thank you. انا كنت في التويلت ولسه مخلصه ودلوقتي هلبس وهنزل. انا قابلت فلان وفلان طلع مش مناسب وحصل كذا 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 كذا. اسكتي، مش انا قابلتها وسلمت عليا وسلمت عليها؟ انا دخلت اعمل باستا وحطيت دقيق وحطيت ملح وحطيت لبن كنا بنقعد نشرح الريسبي بقى. انا دخلت وعملت كوفي، حطيت سكر ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ فوقي، فوقي من الغفله، فوقي من الغفله اللي انت فيها. وما تخسريش حياتك اكتر من كده، اوكي؟ قضي بقى الخمس والست ساعات اللي انا كنت بضيعهم زمان في ايه بقى؟ في قرايه، في ثقافه. اعملي سيرش عن البنت الراقيه، شوفي البنت الراقيه دي بتتكلم ازاي، شوفي بتمشي ازاي، شوفي بتبتسم ازاي. والله العظيم يا جماعه بجد، شوفي ازاي اكون بنت إليجنت، ازاي اكون كلاسي، ازاي اكون بيرفكت، ازاي اكون بنت بيرفكت.